هو ما سرقش جهاز، هو سرق رزقه. اللي قال الجملة دي أستاذنا محمد جميل، أول مدير سيلز في حياتي. كلنا بنسمع إن لما أي حد بيتسرق بيقول أنا مش مسامح. عم محمد جميل بقى قال حاجة أنا عمري ما هنساها، عمرها ما راحت من دماغي. مرة اتسرق من التيم بتاعنا جهاز، وقتها كان غالي جدا، في 2011 كان الجهاز ده تقريبا ب 1800 جنيه. وانا اتذكر ان احنا كنا شغالين، كان الجهاز ده بي اس بي كده، بورتال، بيشغل الالعاب وكده. كلنا كنا مستنيين منه عصبيه، خناقه، زعيق، بلاغ حتى. بس الراجل قال بكل هدوء هو ما سرقش الجهاز، هو سرق رزقه. الجمله دي بصراحه علمتني ان البيزنس عموما مش بس فلوس، البيزنس دايما اخلاق، واللي بيمد ايديه على رزق غيره عمره ما يشبع. لو الحكايه دي فعلا لمستك استنى اللي جاي، لان في حكايات كتير قوي في البيزنس اتعلمتها من غير كتاب، وهكون حابب اشاركها معاكم ان شاء الله.